أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي فساس. يا ناس خوكم راهو فساس، يا محاس وحاس ديما خابط فساس. جربتوا هالإحساس يا ناس؟ حصن أسنانك جيدا. بدر فساس. صقع ثلج برد فساس. مراد العبد خويا فساس. هذه اسطوانة كل يوم ديما ما عندهاش فساس يا ناس، والساس فساس، والفاس والناس خوكم راهو فساس. اليوم نبو نحكوا على الجامعة ودعاك الجامعة. تقعد انت متشحور ساعتين باش تخش للجامعة، وبعدها تقعد تدور في مكان تدرس فيه سيارة ساعتين. المهم جيت بتخش للمحاضرة، أول شيء قابلك الأستاذ. صباح الخير يا دكتور. وين كنت يا طالب؟ كأنك متأخر. والله جاي من بدري يا دكتور، ندور على مكان درس فيه السيارة. يلا اطلع برا وما تعطلي زملائك. من قال لك تعال بسيارة أصلا؟ وكاني بنت راني خشيت، لكن لأني شاب طبيعي. فساس. أنا أكثر حاجة نكرهها في الجامعة هي جو المساومات اللي تصير للبنات. وأنتم عارفين أنا شو نقصد بالضبط. في من الدكاترة اللي يجي البنت تطلب منها حاجة شور المنهج، يقول لها قلت لك يا دكتور نبيك تشرح لي شوية، في حاجات مش فهمتهم في المنهج. ما يهمك شيء، تعالي لي الساعة 2:30 في المكتب. يا سلام، ليش 2:30 بالتحديد؟ أكيد لأن الممرات فاضيات، وهنا يحلى جو المساومات. جديات. تحية كل بنت صار معاها الموضوع هذا وقالت للدكتور فساس. أنا نعرف إن في واجدين بكل من الدكاترة هذوما مستغلين فكرة إن بناتنا يخافن يقولن الهلهل لما يصير معاه الموقف كيف هذا، لأن عارف أخوتها شن بيديروا. بجديات أنا نعرفهم والمفروض يفطنوا الأرواح. أنا لعند توا مش قادر ندوي، لأن بجديات ما عنديش الدليل القاطع. أصلاً كان تدوي توا يزرق لك محامي. سيدي القاضي، حضرات الأخوة المستشارين، من يريد اتهام شخصاً بفعلة ما فعليه أن يجد الدليل القاطع، وإلا فلا تثبت عليه جريمة. وشكراً سيادة الرئيس. والله يزرق عليك شيخ. يا أخي يا عبد الله، إن اتهامك للشخص يجب أن تستدل فيه بشاهدين، وإن لم تفعل فأنت هكذا تقذفه بالباطل. أنا نبي نقول للدكتور والله الدكاترة اللي يديروا في الحركات هذينا أفطنوا لأرواحكم وفوتوا الموضوع، خلوه فساس. ونجي توا نحكي على الدبش. بجد يا ترى كثرتن علي موصوكا. البنت تجي لي جامعة كأنها ماشية صالة أفراح، والله لما طبعا إلا من رحم ربي، معروف الكلام هذا. وبالنسبة للبنت اللي تلبس العباية وتخلي فيها مفتوحة، فكينا من تروح باتمان يا سكري العباية يا معاش تلبسيها. فساس. وتوا جينا للشباب. أكثر نسبة شباب في الجامعة هم أصلاً ما يقروش في الجامعة. أنا نقترح على الدولة أنها تدير جامعتين في كل مدينة، جامعة للشباب اللي يقروا وجامعة لشلتت. وطبعاً خذ لك في اللي يجيك لابس صاعقة، في اللي لابس لك شورت راب وصباط. يعني مش جو جامعة بكر، يا تسقموا الجامعة وتديروا لها جو تمام، يا القراية فساس. بعد خطرها. يا بنات يا خواتي، دار المقعد في الحوش مش تحت الشجر في الجامعة. الجامعة للقراية فقط مش للمات. وطبعا الأمن الجامعي كيف قلتهم، قصدي ما عندهم عليش قاعدين. الجو تمام والحمد لله ما فيش مشاكل، وحتى كان صار مشاكل تصير مشاكل بسيطة، يعني بكلة شناء بأف إن، وكان كثرت بكل يموتوا فيها 10 أنفار. أمر بسيط بكل. المفروض الأمن الجامعي فساس. أنا مانيش عارف ليش في قسم صيانة في الجامعة.
لأن المدرجات مكسرات، والضوايا خربات، والحمامات مش قاعدات بك، والميزانيات ملهوفات، وطبعا كل حاجة تكسر. فساد. وطبعا هذا كله كوم، والتخرج موضوع بروحه. تقرا 4 سنين، لا 5 سنين، قصدي 6 سنين، وهذا كما دوركش استاذ ولا حطك في راسه دكتور. وبعد معاناة 7 سنين تتخرج، وتمشي انت عاد تدور في شغل، يقولوا لك انت وشهادتك فساد. ليش نقروا نحن؟ فساد. نور يدك أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أنا موضوعي فساد. يا ناس خوكم راهو فساس، يا محاس وحاس ديما خابط فساس، جربتوا هالإحساس؟ يا ناس اغسل اسنانك جيدا. بدر فساد. صقع ثلج برد فساد. مراد العبد خويا فساد. هذه اسطوانة كل يوم ديما ما عندهاش فساد. يا ناس وساس فساس والفاس